السلام عليكم البنات، معاكم نسمة. رجعت ليكم من جديد من نفس الزاوية اللي كنحس فيها بالأمان وبنفس الرغبة الصادقة باش نهدر معاكم بلا تصنع وبلا تكلف. اليوم بغيت نهدر على واحد الموضوع اللي كيهم بزاف ديال البنات، خصوصاً اللي كيبغيو يعرفوا واش فعلاً الزواج يمكن يكون صحي ولا راه كل شي كيشكي وكل شي تايه. الواقع اللي كنعيشوه وكنسمعوه يومياً كيعطينا صورة مشوشة على الزواج. واحدة تقول لك راجلي كيسافر وما كيسولش، واحدة كتقول راجلي ما عمره قال لي كلمة زوينة، واحدة أخرى ساكتة وكتضحك ولكن عينيها عامرين دموع. فين هو الزواج اللي فيه الطمأنينة؟ فين هو داك الشخص اللي خصه يكون سند؟ وفين هي داك العلاقة اللي تقدر فيها المرأة تبقى نفسها مشي نصحة أخرى باش ترضي الآخر؟ البنات، الزواج الصحي موجود، لكن مشي أي زواج ومشي مع أي شخص. الزواج الصحي مشي خالي من المشاكل، ولكن فيه آليات ناضجة لحلها. فيه تواصل بلا خوف وحوار بلا تجريح، فيه احترام متبادل، وفيه مساحة لكل طرف يكون هو بلا ما يحس أنه مقيد أو محاصر. وش عمركم سولتوا راسكم شنو يعني راجل صالح؟ راجل صالح ماشي هو اللي ما كيديرش خيانة فقط. راجل صالح هو اللي كيراعي مشاعرك، كيتفهم احتياجاتك، كيساندك في التعب وكيفرح بنجاحك. هو اللي كيقول ليك أنا هنا ماشي فقط باش نعيش معاك ولكن باش نكبر معاك. المرأة خصها في العلاقة تحس براسها مسموعة مفهومة وماشي فقط مستعملة. راه واحد من أقصى الأحاسيس هو تكوني وسط علاقة ولكن كتحسي بالوحدة. الزواج الصحي فيه ضحك، فيه سكون، فيه شوية صمت ولكن بلا توتر، فيه لمسة دافئة فوق اليد في نهار برد، فيه سؤال بسيط كيف دايز عليك النهار، ولكنه كيعني بزاف. والمشكل أن بزاف ديال البنات كيبدأوا العلاقة بمقاييس سطحية. عنده دار، عنده طوموبيل، كيهدر زوين، ولكن كينسى ويسوله واش كيحترمني في النقاش، واش كيعرف يسمع، واش فاش كنعصب كيزيد يصب الزيت ولا كيحاول يهديني. الزواج الصحي ماشي حلم بعيد، ولكن خصه جهد ووعي واختيار سليم. ماشي حب أعمى ولكن عقل صاحي. وأيك تنساي أنت طرف في هذه العلاقة وماشي فقط متلقية. من حقك تكوني محبوبة، مسموعة ومطمئنة، ومن واجبك تفرضي حدود وتوضحي احتياجاتك وتكبري في هذه العلاقة ماشي تنقصي. أنا اليوم كنقولها ليك من القلب، ماشي أي علاقة تستاهلي تعيشي فيها. اختاري الراحة ماشي العذاب. اختاري الشخص اللي كيبغيك بلا شروط وكيبغيك تنجحي وتضحكي وتكوني في أسعد حالاتك. راه الله خلقنا باش نعيشوا في السكن ومشي في المعركة. تهلاي في راسك واحلمي، ولكن زيدي مع الحلم عقل صاحي وقلب ما يرضاش بالقليل. أنا نسمة، صوتك من الدار. نلتقي في حلقة جاية إن شاء الله. دمتم بخير وبوعي وبسلام.